لو فاكر انك عشان بتحضر المحاضرات وبتذاكر وبتجيب تقديرات يبقى انت كده سوبرمان، احب اقول لك انسى. تخيل معايا المشهد ده، داخلي قاعة اجتماعات نهار، الكاميرا تتحرك ناحية البطل اللي هو الخريج الجالس على كرسي بلاستيكي ماسك ملف السي في، حبات العرق تتساقط على جبينه، دقات مسموعة لساعة حائطية وكأنها دقات قلب البطل اللي هو الخريج. مسؤول الاتش ار يبتسم ابتسامة واسعة وكأنه يهم بافتراس البطل ويقول: عرفنا بنفسك، ليه اخترت التخصص ده؟ ايه اهم مهاراتك، خبراتك، دراساتك، نشاطاتك الجامعية؟ واجهت ضغوطات، تحديات، عكوسات، وعديتها ازاي؟ شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ البطل بيعض شفايفه وبيفكر بسرعه ومش عارف يجاوب، بيرفع عينه للسقف وكانه بيشوف مستقبله. قطع مفاجئ، داخلي، غرفه نوم، صباح مبكر، صوت منبه بيعلى فجاه، البطل بيفتح عينه بفزع، بيتنفس بسرعه وبيكتشف ان هو لسه نايم في السرير والنهارده اول يوم جامعه. انا ليه عملت المشهد ده؟ لان الطالب عندنا متربي على فكره المجموع هو كل حاجه. الاهل دايما بيقولوا هات تقدير عالي علشان ترفع راسنا، بس غالبا لما الخريج بينزل سوق العمل بيكتشف ان محدش هيساله على تقديره. ما بقولش انك تهمل تقديراتك، لكنها مش كل حاجه. لازم تعرف ان شهاداتك وتقديراتك هم اللي هيفتحوا الباب للمقابله الشخصيه، لكن مهاراتك اللي المفروض تتعلمها وتنميها في الجامعه هي اللي هتنجحك في المقابله. المعادله الصح هي التوازن ما بين الاثنين، لكن لو هتراهن راهن على مهاراتك. وبختم واقول لكل اب وام محتاجين تسمعوني المره الجايه علشان ابنك او بنتك لما يعوزوا يطوروا من نفسهم اسمعوهم. انا مصطفى ابو السعود ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني الحلقه الجايه. سلام.